بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هكون معاكم فأنا والحب واديني رمضان. اوه ايه اندمجت شويه، ايه معلش. يا ترى يا جماعه الحب مختلف في رمضان؟ طبعا مختلف في رمضان، مش بس بقى عشان خاطر الحب شكله بيختلف، ولا ان الهدايا مثلا بتبقى بدل الدباديب بقى والبوكسات بتاعت الشوكولاته دي بتبقى فوانيس. لا الاختلاف بيبقى اعمق واكبر من كده بكتير. كده رمضان. لا يعني لا بيكلموا بعض عادي. لا عادي، ما هو كلامنا يعني عادي، يعني ما فيهوش حاجه بنتكلم بعض. لا يعني هو في رمضان بعد الفطار بيبقى فيه بياخدوا راحتهم شويه زي الايام العاديه غير رمضان. لا انا سبتها خلاص. لا رمضان طبعا لازم يصالحوا بعض، واكيد هيخرجوا وبتاع كده رمضان. الجماعه بقى اللي بيكملوا حب في شهر رمضان بيكون ليهم نظام معين بقى في علاقتهم، فبتكون علاقتهم بالشكل ده. الو، ايه يا حبيبي؟ صباح الخير. صباح النور. عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله تمام. صليت الظهر؟ بفضل الله صليت. ما انا كمان صليت الحمد لله. مالك؟ بس تعبانه قوي، صيام مفرهدني، مرهقه قوي. طب ما تفطري طيب. لا افطر ايه بقى؟ لا هستحمل، وبعدين مش كفايه فطرت على صوتك؟ اللهم اني صايم. بلاش كده. خلاص بقى، اللهم اني صايمه بقى. بلاش كده ارجوكي. طب خلاص يلا بقى نقفل بقى ونتكلم بعد المغرب. ماشي نتكلم بعد الفطار ان شاء الله. لا اله الا الله. بعد الفطار بقى رمضان تاني خالص. الو، ايه يا ودي يا حته مني اخر. هو انت يا بيبي مش لسه مزعلي قبل الفطار وقلت لي اللهم اني صايم؟ والله وحشتيني. مفيش حاجه علينا طب كده ولا ايه؟ حاجه حلوه حاجه حلوه. اموت انا. بعد الشر عنك يا بيبي. كده رمضان. قبل الفطار ما بكونش قادره اتكلم، بعد الفطار بتكلم عادي. قبل الفطار ايه يا بنت عامله ايه، عايزه ايه كده، هيبقى متنرفز عليها وكده عشان قبل الفطار، بس بعد الفطار هيكلمها حلو يعني. اي ثينك ان هو قبل الفطار ما بيكلموش بعض، مثلا بعد الفطار بيتكلموا عادي. لا بيكلموا بعد رمضان، بعد الفطار بس عادي بيلفلفوا مع بعض. قبل الفطار سلامات، ازيك عامله ايه، عامله ايه، صايمه فتره كده بس. بعد الفطار يعني ممكن يخرجوا يسحروا ياكلوا كده. اقول لامك طبخ ايه الكلام ده كله بس. والله كده رمضان. وطبعا بما ان رمضان شهر الروحانيات فمش هننسى ابدا انهم بيقعدوا يدعوا لبعض طول الشهر، وخصوصا البنات. يا رب يا كريم، يا رب والنبي يا رب خلي لي حبيبي يا رب وما تحرمني منه يا رب، كريم ووسع رزقه يا رب، ويبقى مرتبه 100,000 جنيه يا رب عشان يجي يخطبني بسرعه. والنبي يا رب اهدي امه يا رب، والنبي وتخليها توافق على الجوازه يا رب وما تعقربهالناش. والنبي يا رب خليهولي يا رب، وابعد عن كل البنات اللي شغالين معايا يا رب. والنبي يا رب حبيبه فيا اكتر وما يشوفش حد غيري يا رب. يا رب يفضل يحبني وما يشوفش حد غيري وما يخونيش يا رب عشان ما اقتلوش يا رب. بس موضوع الدعوات ده يا جماعه ما بقاش متبادل دايما، يعني غالبا البنات بس هي اللي بتدعي، انما الولاد ما بيدعوش لحد ابدا بالصلاه على النبي. كده رمضان. لا البنات بس اللي قبلها. ربنا يكرمه يعني ويرزقه رزق حلال ويجمعنا على خير، وبدعي لاصحابي برضه يا رب بقى يجمعنا على خير ويخليه ليا والجو الاوفر ده. الولاد بيدعوا البنات المرتبطين بيهم؟ لا ما اظنش كله. اي ثينك البنات هي اللي بتدعي، لو بيحبها جدا هيدعي لها، اللي هو بقى ربنا يخليها لي وجو الاوفر ده برضه. بس هم كلهم زباله بس بيدعوا برضه، يعني في منهم كويسين بيدعوا اكيد. طبعا اكيد يعني حبيبتي يعني. ربنا يخليها لي طبعا، مش كلهم. لا انا بتكلم عن نفسي، اي حد بيحب يجد يدعي يعني بس. لا ما بدعيلهاش، ادعي لها بتاعي لا مش الكلام ده. البنات بيدعوا اللي هم مرتبطين بيهم؟ وبيعيطوا وممكن يموتوا نفسهم عشان الولاد شابهم كده بقى. لا الولاد لا، ده بجحيم. كده رمضان. اوف وربنا انا تعبت يا شيخ. حب ايه ونيله ايه اساسا؟ مالها السنجله، ما هي جنتله وزي الفل، وهو يبقى الواحد مركز في رمضان وعارف بقى هو بيعمل ايه وبراحته بقى. اوف منار خطيب الجيب بسرعه يفتح حبيب قلبي جيات. السلام عليكم.